السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه كده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض يا جماعه فيديو. النهارده نعمل طريقه الجاتو شاتو بطريقه احترافيه سهله جدا، وازاي نعمل مع بعض صوص الشوكولاته لتزيين اي نوع كيكه بمقادير مظبوطه وقوام تحفه يا جماعه. نشوف مع بعض. اول حاجه نعمل مع بعض الكيك نفسه. اول حاجه معانا هنا 4 بيضات، هما هنا صغيرين، فلو حجم البيض عندك كبير مش مشكلة، اعملي 3. وهننزل بكيس الفانيليا، وهنبدأ نضرب البيض مع الفانيليا، نمشي مع بعض كده بالخطوات وناخد طريقة ناجحة. معانا هنا نص كوباية من الزيت مع كوباية من اللبن. هي كوباية هنا عندي معيارها مش كبير، وبرده معيار كوباية السكر. خلي السكر معاكي معتدل. وهننزل بكوباية كبيرة كده من الدقيق، ومعلقتين كاكاو خام، وكيس البيكنج باودر. وهنقلب القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا انا اكيد هحتاج دقيق تاني. انا دلوقتي هضيف نص كوباية من الدقيق تاني، علشان عايزة قوام يبقى ايه، مش سايل، وقوام متماسك، ونمشي مع بعض بخطوات الطريقة زي ما انتوا ما شايفين. خدنا القوام المظبوط، وهنجيب صينية بتاعتنا وهندهنها بالسمنة وشوية دقيق، وهننزل بالخليط، وعلى فرن بقى سخنة، وهندخل الكيك بتاعنا. وعلى ما الكيكة بقى تستوي نعمل مع بعض صوص الشوكولاتة. معانا هنا كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من الكاكاو، وكوباية من السكر او كوباية الا ربع، وهتضربيهم في الخلاط جامد لغاية ما هتاخدي معاكي القوام ده. يا جماعة بصوا، القوام ده هينفع معاكي لأي تزيين نوع كيك. زي ما انتم ما شايفين الكيك بتاعتنا طلعت تحفة يا جماعة، وما شاء الله عالية جدا وما هبطتش خالص. هنديها كده كام نغزة بالشوكة، وهننزل بالصوص بتاع الشوكولاتة. يا جماعة طريقة ناجحة النهاردة بإذن الله، واتمنى تجربيها. ولو وصلنا مع بعض في الفيديو لحد هنا، ما تنسيش تحط اللايك. وان شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، وطريقة الجاتو شاتو بتاعتي النهارده يا جماعة تكون عجبتكم. واشوفكم حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.